أكبر تكريم كرمته أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال: أستاذ، أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال: عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد. ودعيت ولم تذهب؟ لم يعلن اليوم، ما حدث لحنا. قال: نريدك أن تأتي. قلت: يا سيدي، يعني أنتم بتورطين وياي، أنا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولون العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد. يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم. طيب، ما هي القصيدة التي كتبتها في الحسين اللي كان السيد السيستاني يقول يجب أن تبكوا على الحسين كما يبكي عبد الرزاق؟ نعم، اشتهرت من قصائدي قصيدتي في استشهاد الإمام الحسين، التي هي في رحاب الحسين، مشهورة القصيدة جدا ومعلقة في كل بيوت العراقيين. لكن هناك القصيدة اللي أعظم منها والتي تبكي على الحسين أكثر من قصيدة الشهادة، هي قصيدة المولد: يا مالئ الدنيا دما ومروءة. هذه تقرأها علينا؟ أقول: هتف البشير فقبل ابنك يا علي، بالمعنيين مقبل ومقبل، تدري ويدري الله قبل وجده إيحاء مولده بيوم المقتل. طرفا هلال قوسه عرض السماء، في الشمس ذاك وذا بليل أليل، طرفا هلال مثل سيف هائل شطر السماء، وظل يصرخ: يا هلي بدمي فصلت الليل عن بلج الضحى كي يستقيم، فيا سيوف تعجلي. هتف البشير فقبل ابنك يا علي، هنئ به الزهراء فهو ابن الولي، هو من على شفتيه رف مقبلا ثغر النبي، حنى على الوجه الخلي وتكاد أشرف دمعة من عينه تهمي، ولكن عينه لم تهمل. جد، ولكن أي جد مرسل، سبط ولكن سبط جد مرسل، وهو الحسين شهيد أشرف وقفة، هذا الزكي بن أنبل ابن الأنبل، هذا الذي أسر الزمان بموته وأقام عن أسر الزمان بمعزله. يا مالئ الدنيا دما ومروءة، ومكبلا في زي غير مكبل، دارت عليه الدائرات ولم يكن فردا، ولا كان الحسين بأعزل، كانت حشاشة جده في صدره، ومن اقتدار أبيه كان بجحفل، لكنه القدر العظيم أرادها قصماء لم تتأم ولم تتمهل، فاختارها واختاره قدرا لها، متبتل يسعى إلى متبتل، حتى إذا التقيا تهيب موته، فهوى الحسين عليه مثل الأجدل، هي ميتة عدل الحياة بأسرها، أفل الزمان ونجمها لم يأفل. يا يوم ميلاد الحسين ولم نجد إلاك
ميلادا بموت يختلي، فيكون هذا ذا، وتصبح ميتة كولادة لكن بطعم الحنظل، حتى تكاد الأرض في ميلاده تبكي وتعلن زهوها في المقتل. هو مولد القيم العظيمة كلها، ونزولها بالموت أعظم منزلي. قل للنجوم بكربلاء ترجلي، وإلى منائره المهيبات انزلي، وخذي سنا منها ل1000 قادم، وخذي دموعا للمجرة وهطلي 1000 وقولي للعصور جميعها هيهات أنت بمثله لن تحبلي. من أين تجتمع النبوة مرة أخرى بميقات السماء المنزل؟ يوم الحسين وإذ أنادي يومه، ميلاده ورحيله يثبان لي، جنحي سنا ودم تحلق فيهما نفس إلى فلك النبوة تعتلي. لله درك من وليد باسل، لله درك من شهيد أبسل. ولد الحسين فيا عيون تكحلي منه، ويا كل الحناجر هلهلي، ثم اجعلي الأجفان غيم مدامع، وتذكري عطش الحسين فبللي. ولد الذي لو جاذبته ضياءه شمس السماء لقيل للشمس اخجلي، ومن المروءة بيدر في أهله، ولكل أهل الأرض حبة خردل. ولد الذي دمه أعز دم جرى لولا أبوه، تبارك اسمك يا علي. أنجبته للمكرمات جميعها، وسقيته منهن نفس المنهل، ورآك فزت بها ففاز بها فتى، بوركت من أسد هزبر مشبل. يا يوم ميلاد الحسين وهبت لي شرف الدخول إليه أجمل مدخلي، أن ألتقيه ولو ليوم واحد، فجرا بهيا لا دماء مجندل. أفكلما ذكر الحسين تقطعت أحشاؤنا وجعا وصحنا يا علي، وكأن أوجاع العراق جميعها إرث الحسين فثاكل عن أثكل. يا سيدي نفسي فداك، أجز فمي وبغير هذا الدمع أنطق مقولي. أنا راجف جزعا فثبت لحظة قلمي على ورقي، وثبت أنملي. ودع الفرات بمائه المتوسل، واملأ دمي فرعا وجداني ندى. ودع الفرات بمائه المتوسل يسعى إليك مكفرا عن ذنبه. 1000 ونيف وهو أوجع مهمل، وهو الفرات لو استطاع أوانها لأتاك مفجوعا بماء معول، وهوى على قدميك يسقي ماءه من جسمك بدمائه متسربل، ليكون عند الله شاهد نفسه ويجيب لا متلعثما إن يسألي. هتف البشير فيا خوافق رتلي بالنبض ما هتف البشير، وبسملي وبكل أرض يا مروءة زغردي، فإذا وصلت لكربلاء فأعودي. يا سلام يا سلام. عند هذا الجمال يجب أن ننهي هذه الحلقة. شكرا لك أستاذ عبد الرزاق عبد الواحد. أشكر لك، حركت سواكني كلها، وأنت أذكى من واجهت في مثل هذه المواقف. أنت تعرف كيف تحرك سواكن كلها. تسلم، شكرا لك. لا تدخل إلى الأعماق. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. لا يزال لنا بقية من حوار مع عبد الرزاق عبد الواحد في حلقة أخرى، فابقوا معنا. هذا تركي الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.